رجعنا بفيديو جديد لليوتيوب وتشالنج كده مع التلاميذ دول ان احنا نتحداهم انه يجيبوا 5 حركات باركور، واللي هيجيب منهم 5 صح 5 صح ايه؟ محدش هيجيب 5 صح، اللي هيجيب منهم اقل حاجه 3 صح هياخد 100 جنيه. ده 100 جنيه 50 يا جدعان والله. اول تشالنج معانا ان انا العب ويبستر او فرونت وبعدها مونكي بريزيشن، بس انا حبيت ان انا اهبط حبتين كده، وبعدها عبد الرحمن دخل وما شاء الله عليه دايما رافع راسي انه ما يجيبش الحركه. انا دخل البنات كده وكنت راصص البنات انهم يدخلوا التراك بطريقه تانية، بس سلمى ما شاء الله عليها ما كنتش متوقع انها تجيبها حلو جدا، وده لقيته قاعد هنا وقمت مديله بالرجل عادي جدا. نيجي بقى الاحلام اللي اخيرا نورت التمرين وشرفت يا بيه. طبعا عماله تدخل الحركات وبتنسى كل مره انها تعمل ايه، وتقوم طالعه والايرور ولحقتها من زرع البصر اللي كانت هتاخده، تدخل مره تانية برضو تقوم خابطه في الحاجز. انت جبت لي شلل بقى. اقوم واخدها حته كده بخدودها كده في الكاميرا، وبعدها تدخل ما شاء الله تجيب اخيرا الحركه عدل، تقوم واقفه على الباك بعد ما تسيب هوبا تجيبها حلوه جدا ما شاء الله عليها. بس يا جدعان انا نفسي اكمل الحركات للاخر صح والله العظيم. وماله تعالى نعيش جو ببجي شويه، بما انه العيال اصلا شلني وانشن بس البتاع مش عايزه تيجي، وانشن تاني ومش عايزه تيجي. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ بعدين هم دخلين لينا على الحركات، واخيرا يا جدعان لينا جت التمرين وهتخربها من تاني، وشجعوها كتير قوي في الكومنتات. بس احنا دخلناها الفلول وجابته حلو جدا، بس انا لا ما اقدرش اسكت واقوم مدخلها تاني انها تلعب الفلول كذا مره صح، عشان كنت عايز العبها على الحركات انها تستوعب، لانه ليها فتره ما بتلعبش وما شاء الله عليها جدا جابت الحركات كلها حلوه قوي. نرجع بقى صنف الولاد تاني ونشوف بقى هيجيبوا يعملوا ايه. بس ما شاء الله على عمرو حلو جدا الى الان كويس، وفي الاخر مش عارف قلب كونجر كده في الهوا. بعدها نطلع التراك احلام تجلي، وبعدها سلمى تدخل ما شاء الله، وبعدها لينا تجيب الراوند باك اخيرا لوحدها، وعبد الرحمن يتنفض مش عارف في ايه طاير لفين، وانا داخل وبهبد بس مش عارف لفيت ازاي يا جدعان. بعدها عبد الرحمن قلت العبه على الدبل باك بس قلب ضفدعه كده وفشخ في الهوا، بس كنت بقول له الحركه بتتعمل كده بس عشان انا مصاب يا جدعان. بقى في الفرونت انتوا هتقولوا مين احسن واحد عملها من الولاد ومن البنات، والى الان كله حلو جدا لدرجه انه احلام لازم تجلف كل مره، بس هي في الاخر لازم ندخلها وتجيب الحركه. يا باشا على التشالنج اللي بعده اللي هو الهاند سبرينج. عبد الرحمن يعملها وحش جدا، عمرو يعني شغال، البنات تدخل تجيبها حلو جدا زي لينا، بس للاسف مش كل البنات حلوين. وبعدها عبد الرحمن دخل على الحركه اللي على البار، بس هو جله مش عارف ليه ما عرفش يجيبها مع انها سهله جدا. عمرو جابها حلو جدا، احلام طلعت له انا هعمل ايه يا جدعان فوق. بعدها دخلت ما جابتهاش، لينا ما شاء الله جابتها على طول والله العظيم وعاش قوي. ده يا جدعان كان سهل جدا عليهم كلهم لدرجه انهم كلهم جابوها حلو جدا، مفيش حد ما جابهاش وحش، عشان اللي كان هيجيبها واحد كنت هديله بالجزمه. اللي جاي ده كان اصعب انهم يطلعوا يلعبوا فرونت. عبد الرحمن طبعا بعد ما صوت كتير، بس عمرو ما شاء الله ده دخل على طول ما فكرش. لينا طبعا طلعت تصيح فوق وتلطم يا جدعان ومش عارفه تعمل ايه، قامت قالت لا انا هنزل واروح احسن، بس قامت لا انا هطلع واعملها وجابتها، بس كانت هتنزل بدماغها. بتطلع على البار كانها طالعه سور مدرسه مش عارف في ايه، بس عماله تصيح فوق وقلنا نشجعها. دي واحده يلا تقف جنبها اشجعها، بس هي فاجئتني انها لفتها فرونت وانا قايل لها تاخدها جامب والله العظيم عاش. نيجي للتشالنج اللي بعده مونكي في باك. دخل عبد الرحمن وكان هينزل بدماغه، بعدها عمرو دخل وجابها حلوه قوي بس اتنطر لورا يا عيني. وبعدين كنت بقول له ان انت عملتها وحش جدا، بيقول لي بس احسن، ولينا كانت عماله تقول له لا هو عملها وانا اقول له لا، بس هو دخل تاني. عبد الرحمن يسكت لا هو ازاي يدخل تاني وانا ادخل تاني كمان. يجي بقى للبنات اللي كانت مرعوبه، لينا كانت مرعوبه جدا في الاخير قامت دخلت والله العظيم عاش قوي، بس تسكت لا تقول له داخله تاني وتجيبها شويه واقف احسن عن الاول. احلام بقى كانت متوتره جدا انها تدخلها، بس انا قلت لها اقف جنبك، وحلو قوي دخلتها. قالت لي لا انا عايزه تاني ودخلت تاني والله وجابتها حلو قوي. علينا من قعده البطريق دي، لينا دخلت وجابتها برضو حلو شويه، لولا انه عبد الرحمن قال لي انا هدخل قمت قايل له لا تعالى بقى اديك حركه احسن بقى واتقل شويه، بس انا وقعت. قال لي انا لا انا هديك دي، قلت له بص هي بتتعمل حركه كده، قمت داخل واقع جنبه كده. حبت الحوار قالت لي لا تاني، بس هي نزلت واقعه جنب عبد الرحمن كانت هتلطشه بالقلم. بتحب الاذيه والله ما شاء الله عليها. لينا لحست المراتب من بعد دي وعاش ليهم يا بنات والله العظيم. التشالنج يا جدعان بس انتوا اللي هتحكموا مين كان يستحقها احسن. انا دلوقتي هي ال 100 جنيه هتتقسم على 50 للبنات و50 للولاد. ايه؟ عايزين ال 100 كلها يا عم ماشي، انا هخلي 100 للولاد و100 للبنات، 50 لينا و50 لاحلام. ايه تمام ايه بس خدت شرف المحاولة. بس صح ولا لا؟ طبعا اللي فاز من الولاد عمرو الصراحة، بس انتوا اللي هتقولوا عبد الرحمن ولا عمرو. بصوا هو عبد الرحمن فاز في حاجات وعمرو فاز في حاجات، بس اكترها عمرو. لعبوا راوند باك على الارض بس. ايه؟ لعبوا راوند باك على الارض. تعال لو نزلت واقع، لو وقعت هياخد ال 100 جنيه. ايه ده؟ لو وقعت ما تقعش.
انت بتجيبها لوحدك. عيال يعني عليك مصاريف وعيال. يلا بص بس هنلعبها فين؟ تعال. الرحمن قرر انه ال 100 جنيه عشان ياخدها عمرو لازم يلعب الراوند باك لوحده من غير ما اسنده، بس انا قفشت عبد الرحمن كان هيدخل في البيت، يعني قفشه كانه مكمر واحد من بنطلونه، يعني مكمره بجد. في الاخر جاب الحركه وعبد الرحمن اتصدم. ازاي؟ طيب يا جدعان بصوا، هو احنا معانا هم اللي فاز من الولاد. انتوا جايين طبعا بكره الاستاد صح؟ عمرو ليه تمرينه عندي ببلاش. لا انا مش عايز ببلاش، عايز المره تيجي مكتوب على طيب والبنات تعالوا دول، يعني دي خدت 50 جنيه ودي 50 جنيه. لينا في الحته دي حسيتها بتقول لي وانا عيله صغيره عشان تضحك عليا، وعمرو بيبص بصه كانه ماسك حرامي. بص عشان للمصداقيه في الفيديوهات، للمصداقيه في الفيديوهات بس في الفيديوهات. تعالوا لا اوريهم ال 50 جنيه، تعالوا اوريهم، تعالوا المصداقيه في الفيديوهات، فاكر المصداقيه في الفيديوهات بس اهو. اجروا بقى عشان ما اخدهاش. اجروا. استنوا بقى في تحدي تاني. لا تمرين ببلاش بكره. ببلاش يعني؟ اه والله. والله كنت عايز 100 جنيه امتى تتكلم عليها بس هو اللي مرضيش. يا عم انت كفايه التيشيرت بتاعي معاك. عيب عليك. كريم برضه.